ثلاث. السلام عليكم يا شباب. اليوم بننزل لكم مقطع عن الاعمال في اوروبا. في ناس كثير قالوا لي نزل على اليوتيوب قلنا ابشروا نوريكم ايش الوضع وايش الحاصل معانا هنا يا شباب. وحبينا نشكر الجمهور المتواجدين وسلام مني وكيف الحال وفي غيابنا وش سويت. اهلا وسهلا فيكم يا شباب. الاعمال هنا في اوروبا يا شباب زي ما انتم عارفين وزي ما كنت اسمع زيكم من الرواتب فلكيه. 2500 يورو تجي تحسبها بالريال السعودي وين 10,000 وين دكتور انت. مستحيل الارقام هذه. المهم يا شباب هنا لما تيجي تشتغل كبدايه لما تيجي يحطوك على نظام الاوت كيري اللي هو المساعدات هذه 1200 يورو في الشهر ويخلوك تشتغل 1300 1400 كذا على حسب وجهك. المهم يا شباب لما تخش على المساعدات هذه يقول لك انت ممنوع تشتغل، عليك البقاء في البيت، تعلم اللغة، تعلم الاندماج مع العالم، تعلم اللغة الهولندية يعني بطلاقة. فيخلوك في بيت ويعطوك راتب يدلعوك ويسددوا عليك الإيجار ويسددوا عليك الغاز والكهرباء وتحس انك ملك جالس في عرش. وانت ما تسوى. الحقيقة المرة هذه يا شباب. ما في حد يقدرك التقدير اللي هم يقدروك يعني تقدير عز نفسك. اقول لك على عرش مع العرش. المهم يا شباب يقدروك يعطوك راتب امورك حلاوه طحينيه. فيجيك ايش؟ يجيك الشيطان. طبعا الشيطان ذو حدين. يقول لك الشيطان الحكومه تعطيك 1300 وتساعدك في النظام البيت وكذا، روح اضرب عصفورين بحجر وروح اشتغل. طبعا الشغل ممنوع لانه انت تاخذ فلوس من الدوله وكذا. يقول لك انت اذا تبغى تروح تشتغل يجي واحد معلم ماسك مطعم وكيف الدوله، تعال يا ولد تبغى تشتغل؟ تقول له ايه وانا جديد. معك لغه؟ ما تقول له ما معي لغه. تعال خش بطريقه غير شرعيه. وهنا كان لازم نتدخل. هذا الضرائب. هنا يدخلوك تشتغل معاهم يا شباب ويعطوك في الشهر تقريبا 2000. يعني انت تاخذ من الدولة 1400 وتاخذ من هذا صاحب العمل 2000. يعني انت كذا ايش كينج. او على الساعة يعطوك مثلا 10 يورو 11 ريال برضو على الساعة ولا كذا. بس انت هذه طريقة غير قانونية. انت الدولة تقول لك انت ممنوع تشتغل، انت كذا تخالف الدولة وتروح تشتغل بطريقة غير شرعية. اللي هي الطريقة غير شرعية عندهم انه النظام الاسود، انك انت تتهرب من الضرائب وما في لا حسيب ولا رقيب عليك. تروح تشتغل عند واللي بيشغلك بيكون حريص عليك، بيخليك يوم ايش تمسح، يحطك بعد ما يقفل المحل يخلوك تمسح. اليوم الثاني ايش بيخليك تسوي عصاج. اليوم الثالث نحسك ماسك سيخ الشوايه كذا تنزل السيخ تشبك، بعدين تشد البولت حق السيخ. اليوم الرابع نحصل معك طلبيه تنزل طلبات للزباين. يعني يخليك كل يوم. يعني كل يوم يخليك شكل. عشان ايش؟ عشان ما حد يحس بوجودك. وطبعا هذيلا حقين ايش اسمهم؟ الضرائب هذيلا اقوى من الشرطه واقوى قطاع اسمه قطاع الضرائب. هذا اقوى قطاع عندهم. اوروبا معتمدين كله على الضرائب. ايوه هذا اقوى قطاع عندهم، اقوى من الجيش واقوى من الحرس الملكي واقوى من كل شيء. هذيلا هم. هذا ايش يسوي؟ هذا معاه كاميرا ذيك عرفتها يا شباب اللي تصور الافلام بدقه 4K. تحصله من ورا سياره كذا ماشي. انت تستغرب تقول هذول يصوروا فيلم، اثاريهم يصوروك كذا يمشوا كذا يصور. لما تشوفهم تقول هذا فيلم، هذا مو بشر، ما يصوروا بشر عادي كذا. المهم يصورك اليوم الاول وانت تماسك وتزود زيت وتقلب في القليه. اليوم الثاني يصورك وانت معاك الطالبيه منزل. بعدين يجي اخر يوم الحلقه الاخيره ينزلوا لك اثنين لابسين جاكيتات كذا، خد مدخ. تسمع خد مدخ كذا برستخ وبهدوء. فين صاحب المحل؟ صاحب المحل موجود. ينزل يقول هذا تعرفوه؟ يقول والله يا هذا انت وانت مع الباب الثاني قد فكيت سبرنت. يمسكوا مين؟ يمسكوا صاحب المحل يقولوا هذا شغال بطريقه غير شرعيه، ويروح يجيبك. ولما يمسكوك يقولوا له هل انت في التاريخ كذا 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 والتاريخ كذا كذا ايش كنت تسوي في المحل؟ تقول له والله انا زبون جاي اكل. انا زبون اترزق الله كل عيشه في المحل وكذا. يقول لك هيا بنا يودوك المقر حقهم
يشغلوا لك الفيديو حقك اللي كانوا يصوروك تحس الفيلم يصوروا في الشارع، يصوروك وانت ماسك المقله تنزل طلب، ويوم تفكز البولت حق الشاورما. هذا اللي يبغى ياكل ها. يا اخي يعني ما يبغوك ايش، يبغوك تعترف بالجرم المشهود. ايوه، ما يبغوك تشيل قب، ما يبغوك تكذب، يبغوك تعترف عشان يكون ايش، هم نظاميين وماشيين بالسليم، فهمت؟ فكذا لو مسكوك انت بتقعد تدفع ضرائب للدولة، يعني حدود مبالغ كبيرة، يعني بتتضرر بشكل غير طبيعي. فانت في غنى عنها يا رجال. 2000 يورو انت بتستلم لك من المساعدات وتعيش حياة كريمة. الواحد يتعلم في البداية بعدين يروح يشتغل. ايوه، هي البداية هم اصلا يأهلوك، يعطوك إعادة تأهيل للحياة، يعطوك راتب، يعطوك بيت، يعطوك مدرسة تتعلم فيها، يأهلوك، يقول لك لا تشتغل يا عزيزي، وانت تروح زي الملهوف على الفلوس. تحصل ابو كارما 4K يستناك قاعد. يعني يا تشتغل يا مساعدة. ايوه، في ناس سبحان الله ربي ما حد داري عنهم وماشية امورهم، لكن هذا مش نصح. النصح هو انك تستمر في القراءة معاهم والكتاب وتعليم اللغة وكذا، وتبدأ حياتك زيك زي الناس. ونشوفكم في مقطع جديد يا شباب، وغل وضعك بالسليم، واتمنى منكم تسووا لايك وشير وحركة الاكس الباور. تكفون يا رجال، انا اللحية. وهيا بنا مع السلامة يا شباب.